واحدة اتصلت على الشيخ وبتقول له: يا شيخ أنا 7 مرات أروح الحج وأقف قدام الكعبة من غير ما أشوفها. الشيخ استغرب وقال لها: إزاي يعني بتقفي قدامها ومش بتشوفيها؟ وفضل يسألها أسئلة كتير، وفي الآخر قال لها: أنت إيه الذنب اللي عملتيه عشان ربنا يعاقبك العقاب ده؟ الست قالت له: يا شيخ أنا عملت ذنب كبير قوي. أنا كنت شغالة ممرضة وفي نفس الوقت بعمل أسحار، وعشان السحر يدوم وما يتفكش أبدا كنت بعمله وأحطه في بق الشخص الميت وأخيطه. الشيخ اتصدم وفضل يقول الشهادة ويوحد ويكبر وما بقاش عارف يعمل إيه. بعد أسبوعين في نفس البرنامج اتصل عليه واحد وقال له: أنا ابن الست اللي اتصلت عليك قبل كده وكانت بتعمل الأسحار. الشيخ قال له: خير يا ابني، في إيه؟ الابن بيقول له: أنا أمي توفت يا شيخ وحصل حاجة غريبة قوي، أنا مش عارف كفارتها إيه. الابن بدأ يحكي ويقول له: إحنا كنا شايلين جثمان أمي ورايحين ندفنها، وإحنا بندخلها القبر بدأ يضيق علينا لغاية ما كل الناس خرجت وما بقاش غيري، حتى أنا خرجت وسايب أمي ومش عارف أعمل إيه. وساعتها شفت واحد لابس أبيض وباين عليه إنه راجل صالح، لقيته بيقول لي: سيب والدتك مكانها وامشي من غير ما تبص وراك. أنا كنت خايف جدا، وفي نفس الوقت سمعت صوت غريب بس ما قدرتش ما التفتش، هي في النهاية أمي برضو. لفيت ورايا يا شيخ، شفت حاجة زي النار كده جت وكلت أمي، وأنا من هول المنظر وشي محروق ومفيش دكتور قادر يداويني. الشيخ فضل يبكي ومعرفش يرد عليه. الناس في الزمن ده بدأت تلجأ للأسحار بطريقة بشعة، بقينا نشوف اللي بتعمل سحر لجوزها واللي بتعمل سحر لصاحبتها، بقينا نشوف حاجات تقشعر منها الأبدان. اتقوا الله يا جماعة، الحاجات دي ذنوب كبيرة ملهاش كفارة. قبل ما تروح تعمل حاجة زي دي افتكر انك بتأذي نفسك قبل ما تأذي اللي قدامك. افتكر انك بتخسر دنيتك وآخرتك. افتكر انها مش مستاهلة واننا ضيوف عليها وكلنا هنموت. بلاش تموت وانت شايل حاجة زي دي في صفحة أعمالك. ما تخليش الشيطان اللي جواك يسيطر عليك.